يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. في حاجات كتير نعمة في ايدينا بس احنا مش حاسين بيها، ما بنحسش الا لما نفتقدها. يعني شايفين الفراغ اللي هي سايباهولي وسايبالي كمية الغسيل دلوقتي، والدولاب اهو فاضي. مش يعني لو الدولاب دلوقتي كان يبقى مليان بالطريقة دي مش كان يبقى احسن؟ اتاريها نعمة واحنا اللي مش حاسين. في حاجات كتير قوي في حياتنا بتبقى نعمة ومش حاسين بيها. بيجي علينا وقت نقول عايزين نريح شوية، اتارينا ما نعرفش ان اللي احنا فيه ده احسن بكتير من الراحة اللي احنا كنا بنتمناها. اي حاجة بقى، احنا ما بنتكلمش على الاجهزة بس، بنتكلم على الصحة، على المال، على الشغل، حتى الدراسة بتاعت عيالنا اللي بيجوا عليهم وقت يقولوا زهقنا. اتاريهم ما يعرفوش ان هي نعمة، وفي ناس كمان مش قادرة توصل لها. هو انتوا فاكرين ان الغسالة زعلانة مني؟ ما حصلش. انا صلحتها وخليت كل الاجهزة اللي حواليها كمان تصلحها. غسلت كل حاجة حواليها ووضبت كل حاجة وكلهم كمان شغلتهم عشان ما تزعلش مني تاني. وطبعا عمري ما استغنى عنها. ويا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.